تاعو. بالعودة لكتاب حقائق الأخبار عن دول البحار نلقوه خصص فصل عن دولة المغرب الأقصى أو مراكش، وهذه مرات يلوموني في التعليقات يقولوا لي علاه تسمي بلادنا المروك، هذا تاريخ وهذا اسم بلادك التاريخي ما تحشمش به يا أخي. المهم هاد القضيه تاع المروك ومراكش غادي نخليها ان شاء الله نفاجئ لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. كمل يا دكتور. 28 و 36 عرضا وبين 3 و 14 درجة طولا. اولا التحقيق التاريخي كيكون دائما بذكر المصادر والكاتب وكذلك بالاضافه لسنه، فالكتاب صدر سنه 1895 طرف المؤرخ المصري ذو الاصول التركيه اسماعيل صرهر. الكتاب طبعا صدر في اسوأ فترات المغرب لانه كان بدايه سقوط الدوله المغربيه بعد تولي السلطان الشاب عبد العزيز الحكم. سمعوا شنو قال دومير؟ هذه الخريطة نفعلوا شبكة خطوط الطول والعرض ونديروا زوم على هذه المنطقة. هذا هو خط العرض رقم 28، يعني هذا هو حد المروك الجنوبي حسب هذا المصدر، ولكن خلي اولا باه نتاكدوا بانه دقيق في ارقامه ونشوفوا اذا حدها الشمالي مطابق صح 36. هذا هو خط العرض 36 قاسم البحر بين اسبانيا والمروك، وشرقا هو قال خط الطول رقم 3. هذا هو خط الطول رقم 3 جاي مع واد ملويه، بصح ماهوش بحثنا، احنا نبحثوا على الحد الجنوبي. نرجعوا على قضيه الخط رقم 3 اللي جا قرب مدينه مليليه والناظور، يعني حسب الكتاب اللي جابه الدكتور دومير فالناظور ومليليه ووجده وبركان المفروض تكون تابعه للحكم الفرنسي بحكم انه الكتاب صدر سنه 1895، وهذا خطا كارثي لانه معاهده لاله مغنيه كانت سنه 1845، مما يعني انه المؤرخ عنده اغلاط كارثيه في الفيديو. ومع ذلك نكملوا الفيديو. Une menace a été détectée. Here I come. Oh, here. ممكن يا دكتور تحيد هذه العلامه تاع اليوتيوب؟ ودابا مزيان. واش يقول الكاتب على مساحه المغرب 815,000 كيلومتر مربع؟ الله يبارك. هذه خريطه المغرب المقسمه. مساحه الجزء الشمالي هي 447,000 كيلومتر مربع، مساحه الصحراء الغربيه هي 266,000 كيلومتر مربع، يعني المجموع تقريبا هو 710,000 كيلومتر مربع. يعني حسب الكتاب فالمغرب ضاعت له اكثر من 100,000 كيلومتر مربع. وما نساوش انه الكتاب يتكلم عن اسوأ فتره في تاريخ المغرب. شوفوا شنو كيقول الكتاب على مساحه الجزائر. هنا نقرا: تنقسم البلاد إلى 3 مقاطعات ويبلغ مسطحها 50,000 ميل مربع، يعني تقريبا 390,000 كيلومتر مربع. شحال مساحة الجزائر القارة حاليا؟ 2,381,000 كيلومتر مربع. الله يبارك يا أخي. يعني من سنة 1895 حتى سنة 1962 الجزائر زادت لها أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع. فهنا نطرح السؤال الدكتور دومير، منين جات 2 مليون كيلومتر مربع؟